بعد هذا الفيديو ممنوع حد يحكي لي ما بتزبط معاه الكبة بدون ماكينة وبدون لحمة بالعجين وبطريقة سهلة وسريعة. رح تحضروا أطيب كبة ذهبية ومقرمشة ما بتترى مع الوقت وما بتشرب زيت كتير وكمان ما بتفرط بالقلي وفيكم تفرزوها. بصحن واسع بنزل كوبين برغل ناعم وعليهم 2 كوب ونص ماء ساخن مغلي، بحركهم مع بعض وبتركهم على جنب لحتى تتفتح حبات البرغل وتتشرب المي. للحشوة رح أقلب اللحم المفروم لحتى يتغير لونه وبنزل عليه بصلة مفرومة ناعمة لمحضرة الطعام، البهارات والملح، بقلبهم مع بعض وبتركهم لحتى تنشف كل السوائل. باختياري مكسرات محمصة ورمان مجفف. نرجع لعجينة الكبة، رح أضيف للبرغل البهارات والملح و3 حبات بطاطا متوسطة الحجم مسلوقين. بعجن كل المكونات مع بعض. لو حسيتوا العجين ناشفة ضيفوا عليها ماء فاتر بس لتصير عنا متماسكة وسهلة التشكيل بدون ما تتشقق. فيكم تشكلوا الكبة بأي طريقة انتوا بتحبوها أو باستخدام أي أداة، بما إنه العجينة ناجحة رح تزبط معكم وتطلع بكل الطرق مثالية. بس أكيد الحشوة لازم تكون باردة تماما. مباشرة رح أنزل الكبة بالزيت الغزير الحامي، ما بقلبها إلا لما تتشمع وتصير شوي قاسية. ببدأ أقلبها شوي شوي لحتى تاخد لون ذهبي موحد من كل الجهات. فيكم كمان تفرزوها وتقلوها قبل التقديم مباشرة.